اهلا بيكم في قناتكم ايه هاردوير. معاكم ادم حسن، والنهارده معانا تجميعه جديده، او بمعنى اصح هنعمل فلوج واحنا بنختار قطع التجميعه. فلوج النهارده هنعمله في مول البستان، ولكن مول البستان 2. طبعا انت مش فاهم يعني ايه 2، ولكن انا هشرح لك واحده واحده. مول البستان كل حاجه، ولكن مش في وسط البلد، لان مول البستان فتح فرع جديد، او بمعنى اصح مول جديد في التجمع الخامس. حرفيا بص، ده لسه جديد نوفي، وغالبا كده احنا اول فلوج هناك، يعني ما علينا. التجميعه اللي هنعملها النهارده بالكامل هتكون باورد باي MSI، عشان تكون عارف بس. وحقيقي شكرا جدا لMSI على اليوم اللذيذ ده، وكل حاجه حرفيا كانت مترتبه وكل حاجه كانت مظبوطه جدا. يلا بينا، وخد بالك انت لازم ان انت تكمل الفيديو ده للاخر، لان حرفيا في كميه ضحك مش طبيعيه في الاخر. حرفيا متاكد ان انت تطلع من الفيديو ده مبسوط جدا يعني. استاذ يوسف، ايه الاخبار؟ الحمد لله رب العالمين سلام. طيب يا رجاله، دلوقتي احنا في مول البستان 2 بقى، في الفرع الثاني اللي موجود في التجمع الخامس حاليا، في الفرع الجديد بتاع البدر جروب. معانا باشمهندس يوسف مره ثانيه، وعايزين نعمل تجميعه متوسطه باورد باي MSI. ده كلام ادينا جميل. التفاصيل بقى الجميله بتاعتك. اول حاجه احنا بنتكلم تجميع متوسطه للجيمنج، فانا وجهه نظري نخلينا في البروسيسور سعره محترم واداؤه في الجيمنج برضو كويس، زي ال 7500 اكس 3 دي. ده بروسيسور محترم جدا، 6 كور 12 ثريد، الكاش بتاعه ضخم جدا، فانت بتتكلم اداء الجيمنج محترم. كل ما هو اكس 3 دي في العموم هو ممتاز. هو رقم واحد يعتبر في الجيمنج. طيب المعالج بيجي ب 6 كور و12 ثريد، وسرعته العاديه او البيز سبيد بتاعه هو 4 جيجا هرتز، وعلى البوست سبيد 4.5 جيجا هرتز. نيجي بقى للحاجه الجباره قوي في المعالج ده، وهو ال 3 دي كاش بتاعه. فهو حرفيا توقع معاك كده الرقم، هو حرفيا 96 ميجا كاش. انت متخيل احنا بنتكلم في ايه؟ اللي هو حرفيا المعالج مش هينسى بجد. طيب نيجي لنقطه ثانيه. في ناس دلوقتي هتخش تكتب في الكومنتات ليه ما نروحش لل 9600 اكس، بالرغم ان هو معماريه احدث. هو معماريه احدث وكل حاجه، واداء السنجل كور والمالتي كور كويس جدا، ماشي، ده كلام جميل. بس التردد كمان اعلى. تردد اعلى، ما اختلفناش، بس الجيمنج في العموم بيستغل الكاش اكتر ما هو ما بيستغل التردد، لان احنا لو بنتكلم في التردد بس اللي بيستغله الجيمنج، فعلى ال 14900 كي هو احسن بروسيسور للجيمنج، بينما احسن بروسيسور للجيمنج هو ايه؟ طبعا نقول ال 7500 اكس 3 دي، عشان هو في كاش بالعويض في سعره اللي اعلى بروسيسور للجيمنج. انت قصدك في العالم؟ في العالم. لا، في العالم طبعا نروح للرايزن 7 ال 7800 اكس 3 دي. 9800 اكس 3 دي الجيل اللي بعديه. تمام. طيب التردد بتاعه كام؟ 5.2 جيجا هرتز. ال 14900 كي الفئه السعريه دي قليله طبعا على تردد زي ده. هي قليله على تردد زي ده، بس انت قصادها انت واخد 128 ميجا كاش. يعني لو انت كاش حرفيا ما فيش اصلا، المعلم مش هينسى. بالظبط. يعني انت في ناس كتير اتكلمت على بروسيسورات الاكس 3 دي وعن معماريه الاكس 3 دي، بس هو باختصار هو الكاش هو عباره عن المطبخ اللي بيطبخ فيه ايه؟ الداتا او الداتا اللي رايحه جايه. فهمت الفكره؟ فانت لما يبقى عندك كاش اكبر، فالبروسيسور يقدر يتعامل مع داتا اكبر، ويقدر ان هو يهندل فريمات اكتر. تمام. بيبان الفرق ما بين البروسيسور الاكس 3 دي والبروسيسور العادي لما احنا نلعب على حاجه، يعني على شاشه مثلا زي 1080، العاب فيها فريمات كتير. في اللحظات دي البروسيسورات اللي مش اكس 3 دي بيحصل فيها بوتل نيك، خاصه لو احنا جايبين كارت عالي. طب احنا معانا اصلا كارت يعتبر في نفس الفئه دي، لا رايق. الكارت اللي معانا ال 5070 MSI الشادو، كارت محترم جدا في سعره. ده اول حاجه، سعره قريب جدا من ال 5060 تي اي، فاحنا اخدنا ال 5070 طبعا احسن. مروحتين ماشي، بس تبريد محترم. التبريد بتاعه كويس اصلا، مش محتاج تبريد. ال 5070 او الفئه ال 50 عموما تبريدها اللي هي كويس عموما، لان هي مش بتسحب باور قوي. هو 220 واط، فانت بتتكلم التبريد بتاعه محترم جدا، واحنا مش محتاجين اكتر من حاجه قديمه زي ال 3080 هتلاقيه محتاج باور جبار بسبب حوار السحب. 3080 عشان بيسحب 350 واط، ده 220 واط. انت كل ما بتعلى في المعماريه كل ما استهلاك الكهرباء بيقل ودرجات الحراره بتقل. فانت تقدر تركب دلوقتي 5070 زي ده في كيس حتى لو ما فيهاش تهويه جامده، وتاخد درجات حراره محترمه. بالنسبه للكارت فهو بيجي ب 6144 كودا كورس و12 جيجا في رام. وبالنسبه للباندويتس فهو 192 بت. خش على القطعه اللي بعدها. ايه القطعه اللي بعدها معانا؟ احنا ما اتكلمناش عن الكولر، ما اتكلمناش عن المذر بورد كمان. ماشي. المذر بورد هتبقى البي 850 جيمنج بلس واي فاي بي زد. المذر بورد دي محترمه جدا وشكلها شيك جدا، الكابلات بتاعتها في ظهر المذر بورد او BTF. نتكلم عن الواي فاي بتاعها.
عشان احنا ايه؟ الواي فاي بتاعها ده اساسي طبعا. الواي فاي هنا عندنا واي فاي 7 بلوتوث 5.4، فاحنا واخدين سرعه محترمه جدا عشان جدا جدا تستفاد بيها في جدا. حاجة. مش قوي كده مش قوي كده لازم نقول الحقيقة. مش قوي كده مش قوي كده. انت اكيد هيبقى عندك راوتر كويس. ايوه اكيد طبعا. مش متعود. الراوتر هو المشكلة فعلا، الراوتر هو مش المشكلة. متعود. المذر بورد دي بتيجي مع 4 بنك رام، ولكن مش هخش معاك في تفاصيل قوي مع البورد دي لان في مشكله قابلناها انت هتعرفها كمان شويه. نيجي بعد كده نتكلم على الكولر هيبقى الام اس اي الاي اي 13. هنقول ليه احنا ما رحناش لليكويد كولر. اول حاجه احنا بنتكلم في ميزانيه، فالميزانيه الاير كولر الام اس اي هو محترم جدا، قيمه مقابل سعر كويسه. تاني حاجه البروسيسور ال 7500 اكس 3 دي ما بيسحبش اكتر من 80 واط، يعني ده لو احنا فتحنا البي بي او. هو 65 واط اصلا البيز بتاعه. البيز طبيعي البيز بتاعه 65 واط، فانت ده حرفيا هيهندل. انت الام اس اي الاي 13 هيهندله كويس جدا. ماشي. تاني حاجه مش هنستفاد منه بس هنستفاد منه كتطويرا بعدين. تطويرا بعدين. ممكن نجيب ليكويد كولر. لو احنا حبينا مثلا في وقت من الاوقات نجيب بروسيسور زي 9800 اكس 3 دي، او بروسيسورات اعلى في العموم زي رايزن 9 مثلا. أيوة. سواء كان عادي او اكس 3 دي، بس طبعا جيمنج هيبقى اكس 3 دي هيكون احسن حاجه من استخدامك انت. تمام. بس هو في العموم انا شايف ان الاي 13 كفايه، يعني خاصه في الميزانيه اللي احنا بنتكلم فيها. هو اصلا هيهندل، بقول لك هيهندل فعلا زي ما حضرتك قلت. هيهندل البروسيسور كويس جدا. هيهندل البروسيسور كويس جدا. ماشي. سال الباور اخر حاجه. نيجي للرامات واللي هي اغلى قطعه حاليا من اجل اي حاجه، صح كده؟ مش قوي برضه، مش قوي. الكارت برضه غالي. شكرا لشركات الاي اي. الرامات اللي هناخدها الاثنين في 16 6400 الليكسر السي ال 32 رامات ار جي بي 2 في 16 6400 سي ال 32. يعني انت بتتكلم لا مضحيين في اداء ولا مضحيين في شكل. الرامات دي محترمه جدا وكمان مقابل سعر كويسه جدا. احنا قابلتنا مشكله صغيره للاسف الكيس ما طلعتش بي تي اف، فما قدامناش حل غير ان احنا يا اما نغير الكيس يا اما نغير المذر بورد. لو غيرنا الكيس هنطلع لفئه اعلى بكتير. لو غيرنا الكيس هنطلع لفئه اعلى بكتير. بس احنا ما ذكرناش الكيسه هي الام اس اي الفورج ال 321 ار، صح كده؟ بالظبط. الاير فلو. ماشي. فالمذر بورد هنغيرها بالام اس اي المورتر واي فاي. احنا بنتكلم نفس السبيكس، تمام. هي ام اي تي اكس بس دوائر طاقه اعلى. في العموم المذر بورد دي سعرها اغلى، هنحسبها جوه التجميع بنفس السعر. ماشي يلا. اي تمام. واخد الهدايا بتاعتك عادي خالص. اي خدمه. تمام. الهولدر بتاعي هاخده. عايز الهولدر. لا هاخده. لا ماشي. فاحنا كده الدنيا بالنسبه لنا تمام. بالنسبه للتجميع خد بالك المذر بورد دي اعلى. انت بس مايكرو اي تي اكس ده كل الفرق. هي الفكره انها مايكرو اي تي اكس. ايوه. هي مش هتفرق معاك غير لو انت مثلا حبيت بعدين تركب كارتين شاشه او تركب اكتر من 3 ام دوت 2. المذر بورد دي فيها 3 ام دوت 2 بالنسبه للناس الاغنياء اوفر يعني. فانت 3 ام دوت 2 بالنسبه لك الدنيا لذيذه. احنا محوشين ثمن الام دوت 2 الوحيد اللي فيه. فاحنا كده بالنسبه لنا الدنيا تمام. كام في التجميع؟ حطينا الام 470 الام اس اي ال 1 تيرا بايت. 1 تيرا بايت. طيب بما ان التجميع دي بورد بام اس اي، فطبعا الباور سبلاي لازم يكون ايه؟ ام اس اي طبعا. هيبقى ال 750 ال A 750 بي ان بي سي اي 5. ده 750 واط 80 بلس برونز في بي سي اي 5. فده هينفعنا في العموم مع كارت الشاشه ال 5070 عشان ده الباور سبلاي ده اي تي اكس 3.1. مش مضحيين في كونكتيفيتي ومش مضحيين في اداء، وفي نفس الوقت السعر بتاعه محترم. فانا وجهه نظري الباور سبلاي ده يعني يفوز عن جداره بافضل باور سبلاي قيمه مقابل سعر. بالظبط. المصاصه اللي انا سمعت عنه دي جباره فعلا كل ما تعني الكلمه. ماشي. نيجي لاكتر جزئيه مفيش حد مصري بيحبها زي ما قلنا، السعر. ايوه تجميع متوسطه. يعني احنا فاهمين تجميع متوسطه يبقى اكيد 20000 جنيه. اكيد 20000 جنيه. انت مجنون ولا بتخرب؟ لا شيء. 20000 جنيه. 20000 جنيه. مفيش فايده. 20000 جنيه من 4 سنين مثلا. ايوه بالظبط. دي كانت تجميع متوسطه، كانت اقتصاديه كمان. ايوه. بالنسبه لجزئيه السعر، الحته اللي احنا كلنا ما بنحبهاش، التوتال بتاعنا 96 100 بس فقط لا غير. فقط لا غير. ايوه دي تمام.
بس ده السعر دلوقتي وقت افتتاح فرع هيغلى التجمع. ولا إيه؟ لا يا عم هيغلى إيه؟ عايز نغليها مفيش مشكله عينيا الاثنين لا مش هقول لا. خليه. طيب لا وقت افتتاح فرع التجمع باذن الله الاسعار هتقل عن كده بكتير. تمام. وفي عروض خاصه للناس اللي هتاخد تجميعه بالكامل من MSI. غير كده طبعا احنا خدنا تجميعه بكارت شاشه ليك. عندي هولدر البدر جروب فري. انت ما فيش هولدر ليا انا بقى؟ انا نعم انا اللي في الفيديو عارف الهولدر. طب انا مفيش هولدر ليا؟ يا باشا كده كده ايوه كده خد أنا بالك الاتنين. ما ادونيش دعوه. ها انا جاي بس هم ما ادونيش دعوه. ابعتها لك ابعت لي دعوه عليك. ابعتها لك ابعت لي الدعوه. ابعتها لك تحرجني قدام الناس. مفيش غير كده مفيش غير كده. طيب دي كده كانت تفاصيل التجميعه بتاعتنا. ماشي. باذن الله رب العالمين وقت الافتتاح هيبقى فيه عروض مختلفه جدا من نوعها. ما تكلمناش على ميعاد الافتتاح. هيبقى يوم 26/6 الساعه 6. احنا عارفين الجمعة ستات الجاية. كتير. احنا ستات كتير. ستات كتير قوي. في العموم الافتتاح هيبقى مختلف. احنا بنتكلم ناس كتير من صناع المحتوى هيكونوا موجودين. شكل المول ده هيتغير تماما وقت الافتتاح. احنا لسه شغالين فيه لحد دلوقتي يعني بس بنحط تاتشات اخيره. ممكن ناس تسمع صوت الشنيور وهو شغال. كان شغال شويه. بس وعلى خير باذن الله. طيب كان معانا باشمهندس يوسف مره ثالثه وادم من قناه ايه هاردوير. طبعا انتوا عارفيني. شكرا على التجميعه الرايقه دي حبيبي. ورقه بقى. اتفضل يا باشا. طيب يا رجاله وحرفيا عشان تبقى عارف بس ان الفلوج ده تعبني بطريقه مش طبيعيه وانا مطبق يومين عشان تبقى فاهم. بس كل ده عشان اعرف اظبط لك المونتاج والكلام ده كله. وخصوصا كمان ان هو متصور بكذا كاميرا فالمونتاج كان رخم. انا بقول لك الحقيقه يعني. وحقيقي شكرا جدا لكل الناس اللي ساعدوا في الفلوج ده لان حرفيا في كذا حد تعب معايا بصراحه. ولسه باذن الله هنحضر افتتاح البدر. بس كده يا رجاله.